زلزال تركيا وسوريا فكرني ب92. كنت انا ساعتها في اولى جامعه. ما كانش حد في مصر يعرف يعني ايه زلزال اصلا ولا يسمع عن الكلمه دي غير زلزال الرأس الشرقي. بس يعني انا فاكره ساعتها كنت على السرير الساعه 3 تقريبا، 3 الا حاجه بالمعنى ده. وكل البيت عندنا كانوا بيقيلوا، طبعا ما حدش دلوقتي بقى بيقيل. المهم فابويا جاله بانيك وقعد يصرخ فينا. طبعا لما بعد الهزه الاولانيه بقى ابويا صرخ فينا، فضل يجمعنا كلنا عشان البيت بيقع. محدش فينا يعرف في مصر يعني ايه زلزال اصلا. وبعدين نزلنا، طبعا أنا كنت رافضه انزل علشان كنت حافيه. ابويا شتمني وشالني هيلا بيلا وهو بيشني علشان يقول لي ده وقت يا بنت. فشالني وهو بيشني، لبست جزمته ونزلت. نزلنا كلنا، كل الشارع نزل، كله واقف قدام بيته على اساس ان بيته هو اللي بيقع. يعني كل الناس مفسره ان بيتها بيقع، محدش في مصر عارف يعني ايه زلزال اصلا. وفاكرين ساعتها عمارة مصر الجديدة اللي كانت شهيرة قوي، اللي وقعت على سكانها وأجسام اللي قعد كذا يوم تحت الأنقاض، ومراته كانت إيطالية وبنته ماتوا. آم، حدث في مصر. وكان قبلها بقى 6 أكتوبر بكام يوم. وكان علي الحجار كان بيقول النسر المصري هز مش عارفة ايه كده. فكل الناس قالوا له يا ريتك ما اتكلمت، يعني انت من ساعتها مصر كلها اتهزت. فالزلزال ده عندنا حدث يعني حدث كبير وجلل، يعني بقينا زي كده يعني نأرخ بيه قبل الزلزال وبعد الزلزال. في مصر الزلزال حدث كبير قوي. الحمد لله ربنا، يعني الحمد لله على نعمة مصر، ربنا عافانا انا طبعا ساعتها كنت جالي حالة ذعر من اللي بابا عملها ديت يعني. طبعا انا كلمة زلزال دي اخدتها في الساينس ان بقى الارض بتتشق وحاجات كده، فكان عندي ذعر. وساعتها كنت منهارة جدا يعني. وعرفت مين اللي بيحبني ومين اللي ما بيحبنيش ومين اللي عامل انه بيحبني. في الموقف ده ساعات برضو الازمات بتعرف الواحد مين اللي بيتظاهر انه بيحبك يعني. ومن التعاطف معاك وانت بتعيط، حد كان من الجيران يعني. ربنا لا يرجعها ايام. والحمد لله على نعمة مصر وعزائي كإنسانة مصرية للشعب التركي والشعب السوري. بس خلاص.